السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. لو أول مرة تشوف القناة بتاعتي ما تنسليش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. النهاردة هعمل معاكم طريقة عمل النجست وهقولك ازاي يطلع معاكي حلو قوي ومقرمش وزي اللي احنا بنشتريه من بره واحسن كمان. على الاقل بنشتريه من بره ومش عارفين مصدره ايه، لا احنا هنعمله في البيت بنفس اللي بره وبطريقة مضمونة وحلوة قوي قوي قوي. انا هنا معايا معايا صدر فرخة مفروم، انا فرماه في الكبة. ومعايا هنا معلقتين كبار من الفيجيتار، معلقتين كبار. ومعايا هنا البهارات: بصل بودر، كمون، مرقة دجاج، ملح، فلفل اسمر. دي اول حاجة هحتاجها معايا، هي كده كده مكوناتها بسيطة ومش مكلفة في اي حاجة. هبدأ بقى هنا انزل كده بالفيجيتار وهنزل بالبهارات وهقلب بقى كده ده كله مع بعضه. هي اكله حلوه قوي بجد، بتفتح النفس ولذيذه قوي. هقلب بقى وارجع لكم تاني. وهنا بقى بعد ما رجعت لكم كده وقلبت الفيجيتار والبهارات مع بعض، هبدأ بقى ان انا اعمل اسيبها بقى حوالي ربع ساعه في التلاجة عشان خاطر العجينه تبقى متماسكه معايا. وهنا بقى بعد ما سبتها كده في التلاجة زي ما انتوا شايفين والعجينة متماسكة معايا، ولازم اول خطوة مهمة تحطيها في التلاجة عشان خاطر لما نيجي نشكلها تبقى متماسكة معايا. معايا نص كوباية مية، ومعايا شوية من الكريسبي ده اهو، بيبقى ده شكله. هو اصلا بيبقى جاي خشن زي ده، وانتي بتفرميه في الكبة بيبقى نص فرمة. فده بتلاقيه من عند اي عطار، قولوا له انا عايزة كريسبي، وده بيبقى شكله. فبجد بيبقى حلو قوي، وده اللي احنا هنحتاجه النهارده معانا في العجينه. ده اللي هنحتاج نعمل بيه كفر. هبدا بقى ان انا اشكل كده بايدي، انا كده كده انا اللي هاكل ما حدش غريب هياكل من ايدي، فعشان كده انا هشتغل بايدي عادي خالص. هبدا بقى ان انا كده اشكل العجينه زي اللي احنا بنشتريه من بره كده، اعمل الشكل اللي احنا زي اللي احنا بنشوفه من بره اهو. اهم حاجه السمك بتاعها، العجينه لا تبقى خفيفه قوي ولا يعني السمك بتاعها لا تبقى رقيق قوي ولا تخين قوي. فزي ما انتوا شايفين، واهم حاجه تبقى متماسكه معايا زي ما انتوا شايفين. هبدا بقى ان انا كده انزلها في الميه اهو، واطلعها من الميه وانزلها تاني في الكريسبي. وانا بنزلها كده اضغطي بجامد، يعني اضغطي بايدك كده على الكريسبي اهو. اضغطي عشان خاطر الكريسبي يثبت معايا على العجينه. لو انت عايزه القرمشه بتاعته خفيفه يبقى تستكفي كده، لو انت عايزه القرمشه بتاعته حلوه بتنزليه في الميه وترجعي تاني تحطيه في الكريسبي كده. فشوفي ايه اللي يريحك. لو انت عايزه القرمشه بتاعته تبقى جامده يعني تبقى حلوه قوي، تقدري تعمليها على مرحلتين، تنزليه في الميه مرتين. غير كده عايزاه خفيف بتحطيه مره واحده. هبدا بقى ان انا اضغط كده بايدي على الكريسبي اهو، ده شكله. هعمل بقى كمان مره، هعمل معاكم واحده كمان. هو بيبقى طعمه حلو أوي. قدميه بقى كده مع مع كاتشب، او وتقدميه مع كاتشب ومكرونه سباكيتي، والطعم بجد تحفه. بيبقى حلو أوي أوي الصراحه. جربيها بنفس الطريقه تعجبك والله بجد، وبيطلع معاكي كميه. زي ما انتوا شايفين العجينه معايا كويسه اهو متماسكه. هبدا ان انا انزلها تاني في الميه واطلعها تاني من الميه وانزلها تاني في الكريسبي. نصيحة يعني دايما لما تيجي تحطي الكريسبي حطي شوية بشوية، لان المية بتخليه يتمسك معاكي يبقى كله ماسك في بعضه ما بتعرفيش تعملي بيه تاني. فخليكي دايما حطي شوية صغيرين. فحاول اضغط كده وارجع تاني ان انا انزله في المية بردك اهو، وهطلعه وانزله تاني. وحطي بايدك كده جامد، وزي ما انا قلتلك ما تحطيش كتير من الكريسبي، حطي بشوية بشوية، ده الافضل يعني. هو ده بقى الكريسبي، هو سر القرمشة معانا اصلا، هو ده اللي بيخلي معاكي الناجز مقرمش زي اللي بره بالظبط. احنا بنشتريه من بره جاهز، ده شكله اهو. هخلص بقى الكمية اللي معايا وارجع لكم تاني. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين شكله عامل ازاي. والله بجد ده نص فرخ، ده صدر فرخة
شفتي صدر الفرخة عمل لي كمية قد ايه؟ بجد حلو قوي. فاهم حاجة بقى هنعمل ايه عشان الكفر ده يثبت معانا، الكريسبي ده يثبت معانا على العجينة؟ هسيبه في التلاجة حوالي ربع ساعة. وهنا بقى بعد ما سبته كده في التلاجة حوالي ربع ساعة، انا سبته حوالي ربع ساعة عشان خاطر يبقى متماسك معايا، ونقدر نعمله يعني الكفر يبقى ماسك معايا الكريسبي على العجينة. زي بقى ما انتوا شايفين كده اهو متماسك معايا. هبدأ بقى ان انا اقليه في الزيت. هبدأ بقى الزيت هنا يكون سخن جدا. اهم حاجة يكون الزيت سخن عشان خاطر لما نيجي ننزل بيه كده بالكريسبي يكون يكون مستوي من جوه. اهم حاجة عشان خاطر النار لما تبقى عالية ما يحرقليش الكريسبي، لا ده بالعكس، عشان خاطر انا عايزة من جوه يستوي، العجينة تبقى من جوه مستوية. اهم حاجة تبقى توطي عليه والزيت يكون سخن جدا. هوريكم بقى شكله النهائي. يا رب يكون يعجبكم الوصفة. بسم الله ما شاء الله، وزي ما انتوا شايفين شكله عامل ازاي. بجد والله العظيم يفتح النفس. الكاتشب ده انا اللي عاملاه. هتلاقي الوصفة بتاعته في الفيديوهات عندي تحت. طعمه حلو قوي واحسن من اللي بره كمان وزي اللي بره. هبدأ بقى ان انا اقطع معاكم واحدة كده. شايفين قلبها من جوه عامل ازاي، مستوية ازاي، قلبها مستوي من جوه. شايفين الشكل والطعم احسن بكتير من الشكل طبعا. بسم الله ما شاء الله. شايفين والكاتشب حلو قوي قوي قوي. حطي بقى كده في الكاتشب وكلها على طول. وبألف هنا وشفا عليكم كلكم. يا رب يكون الوصفة عجبتكم. ما تنسونوش باللايك.